أهم. شايلها الهم. مم. حلو. كذلك العكس برضه. يعني يبقى عندي مشكله في البيت، واروح بقى احكي بقى في الشغل والدنيا، ده انا معايا مراتي مطلعه عيني والمصاريف والعيال مم. واللي. ما ينفعش طبعا. ما ينفعش. مم. فاهم. يعني انت بتتكلم من وجهة نظرك اللي هو على حسب الموقف. حسب الموقف. مم. بس بالعكس، انت ممكن انت في الشغل، انت مش معاك مشكله في الشغل مثلا، انت متضايق شويه، بتحكي لمراتك، ده عادي يعني. مم. بس بتحكي لها فاهم. طبعا اللي هو الحاجات اللي على الوش، مش اللي هو ايه. التفاصيل. بتحكي لها الحاجات اللي على الوش، مثلا شفتك عادي. عادي، متضايق. والله انا متضايق في الشغل. ده عادي اللي انت ممكن ايه. مم. هي ما قلت بقى اللي هي شريكة حياتك او اهلك، لو انت مش شرط يبقى انت راجل متجوز ايوه يعني. ايوه. لان انت مجرد ان انت هتيجي تحكي مع اهلك، مع امك، مع ابوك، هيتضايق اللي مضايقتك اللي انت متضايق في الشغل. اكيد طبعا. فمش كل الحاجة بتنفع تتحكي ممكن ولا. حاجات بسيطة ممكن تحكيها اللي هي اه. ما تأثرش لا قوي والله انا يعني. متضايق شوية بس كده، في معايا مشكلة في الشغل. ما تدخلش في تفاصيل. اه. بحيث ان هو ايه، يديلك مساحتك الشخصية مم. اللي انت تبقى قاعد فيها تفكر بقى في المشكلة دي هتتحل ازاي يعني. بالظبط. وانت من نفسك مثلا بس. لو محتاج مشورة او حاجة زي كده بتقول له ساعدني مثلا، ايه رأيك اخد اه. كده، فاهم؟ اه. يعني انت على حسب الموقف. حسب الموقف. بس على الاغلب احنا كرجاله مش بنحكي اصلا يعني. لا لا لا، مين قال كده؟ أنا شايف ناس كتير ما بيحكوش. لا. لا مش كده يعني خالص. لا، يعني مثلا ممكن بيحكي اللي هو ايه، مثلا اللي هو انت بالاخص لو مش بيتكلم مع صاحبه، يعني احنا